السلام عليكم. اليوم عندنا وصفة تاع لي سباغيتي بلا صوص روج والريكوتا تشيز او جبن الريكوتا. ممكن تلقاوه يتباع برا، ولكن انا خدمته في الدار. الا تحبوا الوصفة تاعو خليولي في كومنتير. هذه هي انجح وصفة تاع سباغيتي للناس اللي ديما تجيهم صامتة ولا ما يعرفوش يديروها. بسم الله. اول حاجة عندي بصلة وثوم ربيتهم، درت معاهم شوية تاع زيت فليفلة، وحطيت غير الكركاس تاع الدجاج، شوية تاع كرافس، ملعقة كبيرة تاع طماطم، فلفل عكري، ملح، كزبر، توابل تاع الدجاج حاجة اختيارية، الا تحبوهم زيدوهم. عندي مغرفة تاع هريسة درت وحدة صغيرة، حطيتهم تقلاو شوية ومن بعد مرقتهم. خليتها غلات 20 مينوت، ومن بعد نحيت لاكاج اللي كانت لداخل مع الفليفلة والكرافس. حطيت سباغيتي تاعي، اي تغلي شوية تهبط، ما تخافوش منها، حطوها طويلة هكا عادي. كي طابت السباغيتي تاعي نحيتها، خليو فيها شوية لاصوص، ما تخليوهاش حتى تنشف كامل، وهكذا جات القوام تاعها. لهنا زدت لها الفوق الجبن اللي قلت لكم عليه. هو ممكن تستبدلوه الا ما كانش متوفر عندكم، لكن من الافضل يكون هذا النوع تاع الجبن لانه المذاق تاعو حامض، يزيد لها ذوق ولا اروع. ديما كي ديسوسيو الدجاج في الدار ولا اللحم، خبيو العظم تاعو لانه تمرقوا به يعطيكم مذاق احسن من مكعبات الدجاج، وحاجه مضمونه على بالكم وش فيها. هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم، حاجه خفيفه من نص ساعه توجد. نتمنى تكون عجبتكم وتسيوها. خليولي رايكم في الكومنتير. سلام.